لو الفيديو ده فادك ما تنساش تعمل لايك، تشترك في القناة وتسيب تعليق برأيك، يمكن يكون سبب في تغيير حد تاني. إدارة الوقت مش معناه تملى يومك مهام، معناه تسيب لنفسك مساحة تعيش. كل دقيقة بتضيع من غير وعي بتتجمع وتتحول لأيام من حياتك راحت. الناس الناجحة مش بيشتغلوا أكتر، هما بيعرفوا يشتغلوا صح. أكبر مضيعة وقت إنك تبتدي يومك من غير خطة. لو ما عندكش جدول أي حاجة هتسرق وقتك. الروتين مش سجن، الروتين الصح بيحررك من التشتت. انت مش فاشل في تنظيم وقتك، انت بس ما عندكش نظام مناسب ليك. كل عادة صغيرة بتعملها كل يوم هي اللي بتبني مستقبلك. الفرق بينك وبين اللي أنجز مش الذكاء، هو الاستمرارية. الساعة 8 الصبح مش سحرية، السحر الحقيقي إنك تلتزم بميعاد أياً كان. لما تقول مش فاضي 10 مرات في اليوم، راجع مين فعلاً بيسرق وقتك. اوعى تقارن جدولك بحد تاني، ركز تبني واحد يناسبك. الهدوء اللي بتحسه لما يومك منظم يستاهل التعب اللي قبله. التنظيم مش معناه تمشي على الدقيقة، معناه تكون واعي بالوقت. كل دقيقة ليها تمن. حط وقتك في اللي يضيف لك مش يسرقك. أول 30 دقيقة من يومك بتحدد مزاجك، استخدمهم صح. لو كل يوم بتبدأ بنفس العشوائية هتوصل لنفس النتائج. خطتك مش لازم تبقى كاملة، أهم حاجة تبدأ بيها. في فرق بين الانشغال والإنتاج، مش كل شغل يعني شغل. بيفرق. النجاح مش إنك تعمل كل حاجة، النجاح إنك تعرف إمتى تقول لأ. الوقت اللي بتضيع فيه في التردد ممكن يكون هو وقت الإنجاز. كل مرة بتأجل فيها بتحرم نفسك من نتيجة كنت تستحقها. لو بدأت متأخر مفيش مشكلة، المشكلة إنك ما تبدأش خالص. الوقت مش بيزيد، بس اللي تقدر تعمله بيه هو اللي بيكبر. قبل ما تشتكي من قلة الوقت بص على استخدامك ليه. النتائج الكبيرة بتيجي من التراكم مش من المرة الواحدة. الوقت مش عدوك، هو المورد الوحيد اللي ما بيرجعش. كل ما تظبط وقتك كل ما تتحكم في حياتك. في الآخر وقتك هو أغلى حاجة تملكها، وكل ثانية بتعدي منه مش بترجع.